يا صباح الاستمورنينج القمر. النهارده انا مش عايزه اتكلم كلام كتير ولا عايزه اتكلم كلام عميق ولا هقول حاجه مفيده قوي، بس انا النهارده هشارككم قصه عدى عليها سنه. انا هحتفل احتفال صغيري قوي ومعايا شريكتي اللي بحتفل بيها معاكم. الاحتفال ده هيكون مع جميله هانم. زي النهارده من سنه جميله قررت تدخل البيت عندي وجابت معاها ولادها واستوطنت جوه البيت. هو يمكن يبان ان هو احتلال، بس الحقيقة ان انا معرفتي بجميلة ما بدأتش اليوم ده، هي بدأت قبلها بحوالي اسبوعين. وانا بنزل اكل بالصدفة للقطة اللي تحت، القطة صاحبتي اللي في الشارع. فوجئت بجميلة في الدور اللي تحت بتصوت وبتنونة وعايزة تاكل. حطت لها الاكل اللي كان معايا بالصدفة وكلت وشربت، ومن ساعتها وهي كمان بقت صاحبتي. كل يوم بنزل لها اكل لحد ما في يوم طلعت عندي في الدور بتاعي وفضلت قاعدة جنب باب الشقة من بره. وبعدين جربت افتح لها الباب، لقيتها بتدخل وبتكتشف البيت، وفجأة جابت ولادها وخلاص اختارت مكان امان جوه البيت وقعدت فيه. وقتها كنت مقررة بصراحة ان انا هخلي ولادها يكبروا شوية واطلعهم تبني، وهي هديها حريتها وانزلها تاني. بس انا فوجئت بيها لما فتحت لها باب الشقة علشان تنزل، فضلت ماشية ورايا لحد ما دخلت معايا جوه بيتي تاني. برافو جوجي، برافو 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 برافو. ووقتها خلاص انا قلت ان هي هتبقى القطة بتاعتي وهتبناها، على الرغم ان انا كنت خايفة شوية من فكرة تبني القطط الكبيرة، الا اني خدت التجربة. في الاول كنت خايفة منها، بعدين اتبسطت معاها، بتلعب بتتنطط بتيجي تنام جنبي. انا حسيت معاها بالامان زي ما هي حست معايا بالامان، ومن ساعتها والبيت ده بقى بيتها وانا بقيت صاحبتها واهلها. صحيح مرينا باوقات كتيرة، مش طول الوقت بتبقى حلوة، مرينا باوقات كتيرة صعبة قوي، بس مع كل موقف صعب بيعدي بتأكد انا قد ايه بحبها، وبتأكد انا قد ايه مقدرش استغنى عنها، وبتأكد قد ايه هي غالية عندي. الحقيقة ان السنة اللي انا عشتها معاها من اجمل سنين حياتي، وعلى الرغم ان كان فيها حاجات صعبة، بس حتى الصعب بتاعها علمني كتير وعلمني اقوى في حاجات كتير. رحلتي معاها انا دايما بمتن ليها لانها علمتني كتير، ولاني اكيد سبت فيها اثر كبير. هتفضل معايا مشاركاني رحلتي، وكل سنة في نفس اليوم انا هحتفل بوجودها معايا برضه. مش هيعدي سنة غير لما نحتفل مع بعض سوا، وكل مرة هنكون ان شاء الله في وضع جديد، في مكان جديد، في احتفال جديد. واكيد انا وهي هنفضل نعلى مع بعض ونوصل لكل الحاجات اللي انا بحلم بيها سوا، علشان يبقى كل سنة ليها طعم جديد ومختلف. وبس كده، شكرا.